السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وافضل حال. كل سنة وانتم طيبين ورمضان على الابواب. وطبعا الطبق الطعمية لازم يكون شيء اساسي كده ايه على السفرة. فالستات الشاطرة اللي بتحب توفر وتخاف على صحتها وصحة اولادها اكيد مش هتجيب طعمية من بره. ليه؟ لان الزيت بيبقى مهدرج ومغلي بدل مرة كم مرة، والزيت ده بيجيب امراض. ربنا يحفظكم ويسلمكم. فهنعمل ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده شوية طعمية بطريقة حلوة قوي. وكمان هقول لكم لو الطعميه بتاعتك فردت زي الطعميه اللي هي في ايدي دي، حصل فيها مشكله، هقول لكم دلوقتي ايه المشكله. لان لازم نقدم الغلطات اللي احنا بنغلطها والحاجات الحلوه، مش نقدم الحلو بس. علشان لو واحده عملت اللي انا عملته تعالج الموقف ده ازاي. هتشوف دلوقتي هنعالج الموقف ده ازاي، ونشوف الطعميه المظبوطه وايه الاضافات الصح اللي نضيفها وايه الاضافات اللي مينفعش نضيفها علشان الطعميه ما تفرش معانا وتوصل للمرحله دي. يلا نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ونبدأ في الفيديو. طبعا يا حبايبي شيء أساسي كده في الطعمية الشطة الخضراء والبصل والثوم. وطبعا انتوا كلكم عارفين طبعا اللي هي الكزبرة الناشفة المطحونة والكمون. الحاجة بقى اللي أنا بضيفها بدل الكربوناتو العيش الناشف بتبليه في شوية مية كده وتزوديه وانت بتضربه في الكب لأن بيسهل الدنيا معانا. طبعا الفول ده كان جايلي من البلد وأنا مفصصاه وحطاه في التلاجة كده. كل ما عايزة أعمل شوية طعمية أسحب شوية أضربهم في الكبة وأعمل لعياله طعمية. ولو اتزنقت أوي وما عنديش فول بجيب عجينة من بره وأحمرها في البيت. ما بجيبش طعمية جاهزة نادرا. لو أبو شيماء جاب طعمية جاهزة كده، وكمان أنا بقول له بلاش يعني، بس هو يعني ساعات بيحب يجيبها من بره وكده. اكيد الطعميه اللي بره بيبقى لها طعم، بيبقى حشينه حشوه مختلفه، حاجات من دي. بس على قد ما تقدري ما تدخليهاش بيتي. طبعا بضرب الفول الاول كده، وبعدين بتضيفي بقى بتقطعي بقى الفلفل والشطه والثوم والبصل. اهم حاجه في الموضوع علشان الطعميه ما تفكش معاكي، ما تكتريش بصل ولا ثوم. اكتر حاجتين بيخلوا الطعميه تفك معاكي هو الموضوع ده. طب انت غلطتي يا مش علشان الطعميه فكت معاكي. انا كترت يا جماعه توم. انتوا حتى ما بتحطوا التوم في النار كده بتلاقيه فش كده وزاد كده وعمل رغاوه كده. ديت اللي بيخلي الطعميه معاكي تحل منك وتفك منك وتبقاش ماسكه ببعضها. والعيش برضو نفس الحكايه لان فيه خميره، فما تكتريش منه. انا كترت من ده وكترت من ده. فما تكتريش، يعني مثلا الكيلو الفول هياخد منك بصلتين. يعني في ناس بتحط بصلتين كبار، يعني ربع كيلو بصل مثلا بيكتروا قوي، وراس توم. طبعا انت عايزه تحط سمسم بتحط سمسم، مش عايزه تحط سمسم مش هيرجع لك يعني، بس السمسم بيديها طعم يعني. طبعا بعد ما تصحنيها بتحط عليها الكزبره الناشفه والكمون والملح والحاجات اللي انتوا عارفينها دي كلها يا جماعه. إيه، اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صلى الله يشفع فينا. اللي وصل معايا لحد الحته ديت كده عشان اقول لكم انا عالجت الموقف ازاي. وعلى فكره اللي انا عملته ده المطاعم بتعمله، بتقدم الطعميه بالاضافه اللي انا هضيفها ديت، وكمان بتغلي السعر بتاعها جامد يعني. فاتمنى اللي وصل معايا لحد المقطع الصغير ده ولسه كده ما فرحنيش كده وعمل لي اللايك يفرحني كده، ويعمل له لايك يا حبايبي. اللايك اللي بيخلي الفيديو يمشي شويه، وقناه اختكم ايه يعني ربنا ييسر الامور كده وتمشي وتبان له النور. دعواتكم بالله عليكم في الايام المفترجه دي تفتكروني في دعواتكم. ربنا ييسر له امور المتعسره ويوفاني في اي باب ماشيه فيه، ويهدي لي عيالي انا واللي زي يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. وينجحهم. بالله عليكم تدعوا لاحمد ابني ان ربنا ينجحه، لانه في ثالثه ثانوي وتقريبا كده المذاكره من عدم من عنده يعني. فالحمد لله. حتى انا كنت بفكر ان انا اجل له كام ماده كده، يعني لسه فيه كلام عن الموضوع ده. فمحتاجه رايكم برضو، اجل 3 4 مواد للسنه الجايه ولا خليه يدخل هو وحظه ولا ايه؟ الواد ده بصراحه يا جماعه مطلع عيني من جوه. فدعواتكم ليه بالله عليكم. المهم خلصت يا جماعه الطعميه بتاعته وطحنتها. واهم حاجه كتر عليها شطه حمراء وشطه خضراء وفلفل اخضر. وما تخافيش الشطه والفلفل ما بيعملولكيش اي مشكله نهائي يعني. وتاخدي بقى ايه تجيبي شويه زيت كده. المهم يعني حاولي ربنا كرمك كده وعندك زيت عايزاها تبقى ذهبيه وحلوه قوي، كتري زيت. عايزاها بقى تمشي حالك كده الزيت بس كده ايه يعملها زي اخت زي حالات اختك كده. يعني الزيت غالي يا جماعه، واقتصدوا فيه على قد ما تقدروا. وعلى فكره علشان تعملي الزيت بطريقه كويسه ويعني يبقى صحي، ما اكتر من 3 مرات ما تغليش. استعملي 3 مرات مثلا. يعني المره الاخيره خالص لو راح تحمري سمك، راح تحمري سردينه، دي يبقى دي اخر مره تستعملي فيها الزيت. اول مره طبعا لازم يكون بطاطس اللي عشان بتعوز لون فاتح كده، شيبسي
حاجات من اللي انتوا عارفينها دي. وطعميه برضو بتعوز زيت اول درجه. فانت بقى لو ربنا كرمك كده وعندك زيت كتير، حط زيت وهتلاقي الطعميه زي ما بتجيبها من عند الراجل بالظبط، مقرمشه ولونها ذهبي والدنيا كلها ورد في ورد، كل واحد وايه واستطاعته. صلوا على النبي، اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. طبعا السمسم، انت بتحط طبق فيه سمسم كده جنبي، عايزه تحط السمسم على العجينه حط، انا بحط في الاتنين لما يكون في سمسم متوفر عندي بحط في العجينه، وبحط على على الطعميه. شايفين بقى الجماع؟ باظت مني وفشت مني والدنيا باظت خالص. هتعمل ايه يا ام شيماء؟ بيضتين او بيضه. وعلى فكره البيض بيخلي القيمه الغذائيه عاليه قوي في الطعميه. وتحط على البيضه شويه فلفل اسمر وشويه خل، وتضربي عجينتك تاني في بعضها كده وتعملي الطعميه، هيبقى في منتهى الجمال طعمها. طعمها في منتهى الجمال. معلش اختكم عكست الدنيا. وما تزعلوش مني اللي انا بتلخبط في الكلام، اختكم زي ما قلت لكم مضغوطه نفسيا جدا، وعلشان كده تلاقيني بتلخبط في الكلام كده. فالبيضه لو اي طعميه اعملها باي طريقه تعجبك. ولو عندك بيضه حط البيضه والطمنه تلاقي لمت الطعميه معاك اديتها طعم حلو قوي. علت القيمه الغذائيه فيها. يعني ممكن تعملي لعيالك دايما طعميه ويحط عليها بيض لو ما بياكلوش البيض. طبعا اكيد كلنا بنحب الطعميه، فهياكلوا الطعميه ويقولوا تسلمي ايدك يا ماما، ويحط لهم فيها بيض ومش واخدين بالهم خالص. يبقى كده حل ولا مش حل؟ حل يا ام شيماء. استاهل اللايك؟ تستاهل اللايك يا ام شيماء. طب حطوا لايك يا جماعه. طب الناس الجديده اللي اول مره تنورني، نورتوني وشرفتوني كلكم والله على راسي. ربنا يفرح قلوبكم ويكبر بخاطركم ويجعل رمضان ده يا رب يكون محمل بالسعاده والبركه والراحه النفسيه والهدوء والسكينه وكل حاجه حلوه في حياتكم يا رب تنولوها وتلاقوها في الشهر الكريم ده يا رب. اللهم امين يا رب، احنا كلنا جميعا يا رب. ويصبر كل مبتلي يا رب. صبر كل مبتلي يا رب. الابتلاءات مختلفة عن بعضها، ويشفي كل مريض. أهم حاجة ربنا يشفي كل مريض يا رب. ومحدش يزعل يا جماعة إن هو ربنا مبتليه في أي حاجة في حياته. يعني ربنا بيحب عبد بيبتليه، وكل ما حبه شد عليه الابتلاء. يعني أنا ساعات كتير بيجي لي أوقات كتيرة يعني ببقى زهقانة وأعيط. وطبعا زي ما قلت لكم أكتر حاجة مخلاني بعيط وزهقانة الواد أحمد ده. فاقعد اقول ايه لنفسي ايه لما الاقيني زهقانه منه واعيط كده، اقول يا رب. يجي لي هاتف كده يعني حاجه كده معايا كده بتقوم جايه لي كده وتقول لي ايه، طيب يعني هو ممكن يبقى هادي ويذاكر ويتفوق في تعليمه، وممكن ربنا لا قدر الله يبتليه بتعب او اي حاجه وحشه، او لا قدر الله اخده منك. بيجي لي دايما الحته دي والله يا جماعه، اقوم ساكته اقول خلاص يا رب. ربنا يهدانا عند امل برضه ان ربنا تديهولي وتنجحهولي وتبارك لي فيه. يعني طبعا في كرمك في كله. فدايما الانسان لما يلاقي حاجه وحشه في حياته يبص للحته الحلوه ويقارنها. طب لو كذا او لو كذا يبقى انا كذا. فاهميني؟ طبعا انا مش عارفه اوصل المعلومه، بس كل اللي انا عايزه اقوله لكم، من شاب لو الناس هنت عليه بالود. يعني ابني ما يبقاش ناجح ومتفوق في تعليمه وبصحته قدامي، ولا يبقى متفوق ومية مية وبعد كده لا قدر الله يتعب ولا حاجة واشوفه تعبان قدامي، او لا قدر الله يموت خالص. انا دايما ببص الحاجات اللي زي دي. اما الاقي عيلة تعبانة قوي ونفكر في الحتة دي. ايه رأيكم في الطعمية يا بنات؟ حلوة يا ام شيماء؟ ايه رأيكم بقى في الفكرة دي؟ على فكرة في ناس كتير ما تعرفش الفكرة دي. إيه، ابو شيماء يعني شافها في مطعم في القاهرة وجه قال لي عليها، وبعدها بقى كل ما الطعمية تبوظ مني اقوم ايه عامله لها الحركه دي وتقدمها بقى كده وتحط عليها شويه كزبره كده وتقدمها على طبق للفطار في رمضان في السحور في اي حاجه. ايه رايكم في الفيديو بقى؟ تستاهل لايك؟ تستاهل لايك. طب حطوا لايك يا جماعه. مع الف سلامه يا حبايبي.